وده هيخليك تعمل طريقه اكل بتاعتك انت، مش تابع اي حد، ودي اللي هتنفعك لان انت هتقدر تمشي عليها بقية حياتك. 10 حاجات محدش كان بيتكلم عنهم قبل ما تبدا تخس. رقم واحد، ان الموضوع بيطول جدا. بيطول ازاي؟ بيطول عشان انت مش عارف انت بتعمل ايه، وعشان في حاجات كتير قوي بتتقال، وفي هبد كتير بيتقال، وفي كل حد بيطلع برأي، وكل شويه حد يقول لك اصل انا خسيت بالطريقه دي وانت لازم تخس بالطريقه دي، انت لو ما خسيتش بالطريقه دي يبقى انت مش هتخس، واي حاجه انت بتعملها تاني غير الطريقه بتاعتي غلط جدا عشان انا خسيت كده. انك عندك برد او واحد صاحبك بيقول لك انا خفيت لما جبست رجلي عشان كانت مكسوره، لازم يعني مش كلنا بنخس بنفس الطريقه، ومش كل جسم هيمشي على جسمه هيمشي على جسمك، ومش هيمشي على جسم صاحبك هيمشي على جسمك. كل واحد مختلف، مش كل واحد جسمه بيستجيب بنفس الطريقه، كل واحد جسمه بيستجيب بطريقه مختلفه. تاني حاجه، الناس مش تحبك فجاه ما تخس. في اعتقاد كده غريب ان انا هخس فانا الناس كلها تبقى فرحانه ومبسوطه ان انا خسيت، والناس اللي كانت بتكرهني هتحبني. يعني هي ملهاش علاقه، دي حاجه تانية خالص. يعني اللي بيكرهك هيفضل بيكرهك، واللي بيحبك هيفضل بيحبك، يعني ملهاش حاجه. اللي بيحبك هيفرح ان انت خسيت عشان حاجه ليك ولصحتك وبس، لكن اللي بيكرهك مش هيفرق معاه اصلا يعني ولا اي حاجه. فانت بتخس لنفسك في الاخر، ما تخليش راي الناس يهمك في حاجه، انت في الاخر بتخس لنفسك. تالت حاجه، مش شرط توصل للجسم اللي كنت بتتخيله قبل ما تبدا تخس، ودي اللي بتخلي ناس كتير توقف او ما تكملش في انها تخس، عشان هو شايف ان هو ما وصلش الجسم اللي هو كان نفسه فيه، فهو اكيد بيعمل حاجه غلط. انت مش بتعمل حاجه غلط، انت بس كان خيالك مختلف عن طبيعه جسمك. حاول بس تكمل في اللي انت فيه، واكيد اللي انت هتوصل له احسن من اللي انت كنت فيه. رابع واحده، صحتك هتبقى احسن بكتير لان الوزن اللي ضاغط على المفاصل هيبقى اقل، ضغط الدم هيبقى اقل لان الوزن اقل، فبيخلي ضغط الدم يبقى مظبوط شويه. لو انت في ريسك او في خطر ان انت يجيلك سكر، الخطر ده هيقل جدا، بيبعد عنك امراض قلب كتيره جدا. بشكل عام صحتك هتبقى احسن، وانت هتبقى في خطر اقل الامراض المزمنه عن اي واحد تاني او اي حد تاني لسه مبداش يخس، او مش فارق معاه ان هو يخس وشايف ان هو اوفر ويت فهو صحته تمام. رقم 5، ثقتك في نفسك هتزيد جدا. دي اكتر حاجه بتخلي الناس تكمل. هو شاف نفسه شكله في المرايه دلوقتي، فهو ممكن يكون موصلش الجسم اللي كان متخيله، بس هو شايف ان هو في مكان احسن. بقى شايف ان هو في مكان احسن ومبسوط اما بيبص في المرايه، فده بيديله ثقه بنفسه زياده. ولما بيخش مكان جديد ما يعرفش فيه حد، بيبان عليه ان هو حد واثق في نفسه، لان هو عارف هو عمل ايه وعارف هو تعب في ايه عشان يوصل اللي هو عايزه. رقم 6، نشاطك هيختلف تماما. انت هتبقى حد نشيط جدا، وهتبقى عايز دايما تنزل تعمل اي حاجه. كل ما وزنك ودهونك زادت، كل ما جسمك بيبقى داخل في المود بتاع اللي هو طب ما نريح، انا مش محتاج اعمل ده، انا عايز اوفر طاقه. زمان انت جسمك كان بيحاول يخزن طاقه، ده الطبيعي. لكن انت دلوقتي انت بتقدر تاخد طاقه من الاكل بطريقه اسهل بكتير من زمان. فانت مش محتاج تخزن طاقه، فانت محتاج تتحرك اكتر. الجسم بيبدا يقتنع انا محتاج اعمل حاجه، انا مش محتاج اخزن طاقه بس، او انا باخد طاقه كفايه، فانا تمام، انا ما عنديش مشكله ان انا ابذل طاقه اكتر. رقم 7، الرحله مش هتخلص. يعني ايه؟ انا بدات اخس ووصلت لوزن انا مبسوط بيه جدا. هل ارجع اكل زي ما كنت باكل وابطل تمرين وكل ده؟ اكيد لا. انا طالما خسيت فانا لازم احافظ على طريقه اكلي، طريقه نومي، النشاط اللي بعمله عشان افضل في نفس الوزن او اخس اكتر، او حتى لو انا بدات خلاص انا وصلت الوزن او محتاج ازيد شويه عضل، فانا كمان محتاج اغير طريقه الاكل. ودي رحله تانية خالص بقى بتبدا. انت دي بدايه الرحله، خسسانك ده بدايه الرحله. رقم 8، هتبدا تتعلم عادات جديده. اول عاده ان انت هتبقى بتبص على كل الاكل قبل ما تجيبه، وبتحاول تعرف هو فيه سعرات قد ايه، فيه بروتين قد ايه، وهتبدا تشوف القيمه الغذائيه بتاعت الاكل كله. ده مش غلط، ده الطبيعي اصلا، وده المفروض الناس كلها تعمله. وهتبدا تدور على الاكل اللي انت هتاكله ده على النت قبل ما تاكله، او هتدور دايما على القيمه الغذائيه بتاعه الاكل قبل ما تجيبه، عشان تبقى عارف هل فعلا انا محتاجه او هيمشي مع طريقه اكلي ولا لا. من العادات اللي انت هتتعلمها كمان ان انت تتعلم تطبخ وتعمل اكلك انت، لان
مش شرط عشان انت بتاكل بطريقه معينه البيت كله ياكل زيك، فانت هتحاول تعمل انت اكلك عشان ما تبقاش خنزير للناس اللي حواليك. يعني خلاص هما بيعملوا اكلهم تمام، انت شايف ان الاكل ده مش هينفعك فانت بتعمل اكل تاني. طريقه تفكيرك في الاكل هتختلف، ودي شبه النقطه اللي فاتت شويه، ان انت هتبص للاكل بطريقه اللي هو هيفيدني ولا مش هيفيدني، مش انا بحبه ولا ما بحبوش. هتبص يعني في حاجات اللي هو هيفيدني وبحبه، وفي حاجات هتبقى هيفيدني ومش بحبه فده ملوش لازمه عادي برضو مش لازم تاكله. هتبدا تدور على حاجات بتحبها ومفيده ليك، وده هيخليك تعمل طريقه اكل بتاعتك انت، مش تابع اي حد، ودي اللي هتنفعك لان انت هتقدر تمشي عليها بقية حياتك. رقم 10، طريقه لبسك هتتغير. ده مش معناه ان انت هتلبس احسن، ومش معناه ان شكلك في اللبس هيختلف تماما، بس انت هتبدا تلبس حاجات انت زمان ما كنتش بتلبسها عشان كنت تخين. كنت تبص لا التيشيرت ده مش هينفعني عشان تخين وهبان فيه تخين، آه البنطلون ده مش هينفع يبيني اتخن. كل ده هيتغير، هتبقى بتجرب كل الهدوم اللي في الدنيا وبتحاول تشوف اكتر حاجه عجباك، وهتبقى تلبس الستايل اللي كان نفسك تلبسه وما كنتش بتلبسه عشان كنت تخين. وهتلبس هدوم جيم اكتر، ده كده كده في الغالب هيبقى هدومك معظمها جيم، وبقيه الهدوم حاجات اللي هو عشان لو خارج، لو رايح مشوار مهم، اي مشوار رايح ومش مهم، او مش لازم تكون لابس فيه بطريقه معينه، هتبقى لابس هدوم جيم. هما دول 10 حاجات اللي محدش كان بيتكلم عنهم قبل ما تخس، وان انت هتكتشفهم مع الوقت. لو الفيديو عجبك لايك وشير، هيبقى فيه لينك ديسكورد تحت في الديسكربشن عشان لو حابب تتكلم معايا على طول، ولو محتاج اي نصيحه في الاكل او التمرين.